لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ما جمال وروعة منزل المدرب القائم الآن النادي الأهلي عموتة الحسين عموتة، وما جماله وروعته التي لفت الأنظار بجماله وروعته. المدرب القائم حسين عموتة لفت الأنظار. المنزل الحسين عموتة التي خطف الأضواء، الذي يدرب النادي الأهلي، وبحث الكثير عن الحسين عموتة وما شاهده من حب الجماهير له. الحسين عموتة الذي فاجأ الجميع بروعته ومكانه. الحسين عموتة مواليد 24 أكتوبر 1969، هو لاعب كرة قدم مغربي سابق، كان يلعب في مركز الوسط. أمضى مسيرته الكروية في المغرب والخليج العربي. شارك مع منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1992، وحاليا يشغل منصب المدير الفني للنادي الأهلي المصري. بدأ مسيرته في نادي اتحاد الخميسات في مسقط رأسه عام 1988 بعدما انضم إلى نادي الفتح الرياضي، وقضى معه 6 سنوات، ثم انتقل إلى نادي السد عام 1997 وتوج بالدوري وبكأس الأمير وكأس ولي العهد، وكان هداف الدوري في ذلك الموسم. قضى فتراته في الإمارات العربية المتحدة مع نادي الشارقة، وفي المملكة السعودية مع نادي الرياض، ثم عاد إلى نادي قطر. شارك عموتة مع المنتخب المغربي تحت 23 سنة في بطولة كرة القدم خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1992، ولعب في المباراة الثانية ضد السويد. وقد لعب أيضا في مباريات أخرى مع المنتخب المغربي الأول، وكان أول ظهور معروف له في 2 سبتمبر 1990 خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1992 في المباراة التي انتهت بانتصار منتخب المغرب على موريتانيا بنتيجة 4-0. بدأ مسيرته التدريبية بتدريب ناشئي نادي اتحاد الخميسات عام 2003، ثم انتقل للتدريب فريق الكبار سنة 2005، وتمكن من قيادته إلى وصافة الدوري المغربي في موسم 2007-2008 لأول مرة في تاريخ النادي، وقيادته للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا لأول مرة. درب بعد ذلك الفتح الرباطي خلال 3 مواسم 2008 2009 إلى 2010 إلى 2011، قاد إلى التتويج بالدوري والصعود إلى الدرجة الأولى. حقق معه كأس العرش وكأس الاتحاد الأفريقي كأول بطولة أفريقية في التاريخ النادي. عام 2011 أصبح المدير الرياضي للنادي السد القطري قبل أن يتم تعيينه بديلا للمدرب خوروخي فوسي عام 2012. في يناير 2017 تعاقد عموتة مع نادي الوداد الرياضي لمدة موسم ونصف، وحقق معه الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا كأول مدرب مغربي يحقق البطولة الأفريقية. في ديسمبر 2019 وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقدا مع عموتة كمدرب المنتخب الوطني المحلي، وقد حقق معه بطولة أفريقيا المحليين 2020 التي أقيم بالكاميرون في 18 أغسطس 2022. تم الإعلان عن عموتة مدربا جديدا للوداد خلفا للوليد الركاكي. انتهت فترة تدريبية مع بداية ديسمبر من العام السابق. في مايو إلى يونيو 2023 قاد نادي الجيش الملكي كمشرف عام في أواخر الموسم المتبقي، وذلك لأن قانون المدرب الذي تعتمد الجامعة الملكية المغربية يمنع من تدريب فريقين في الدوري خلال نفس الموسم. وحقق معه الدوري المغربي بعد غياب. تعالوا نتعرف على فيلته التي خطفت أنظار الجميع بجمالها وروعتها، والمنزل الفخم الذي أدهش الجميع، وحين رأوا منزله من الخارج طلبوا الدعوات إلى المدرب القدير عموتة أن يوفقه الله مع النادي الأهلي المصري في مسيرته التدريبية. حفظ الله المدرب القدير الحسين عموتة.